انتوا عارفين ايه اللي بيميزنا عن النادي الاهلي؟ يعني ايه اللي بيميز جمهور نادي الزمالك عن جمهور نادي الاهلي؟ بجد والله العظيم انا عارف ان انتوا هتقولوا لي ايه اللي انتوا بتقولوا ده. يعني ايه اللي بيميز جمهور الاهلي عن الزمالك؟ ان احنا جبلات. يعني ان احنا عندنا طاقه ان احنا نستحمل ما لا يستحمله بشر. ان احنا نقبل اللي محدش يقبله. يعني النادي الاهلي مثلا لما دخل احد الاشخاص في يوم من الايام واتنطط وتعوج وحب يعمل فيها رئيس النادي ويتلوح بفلوسه، جمهور النادي الاهلي مسكه في الاستاد زفوا زفه الانجليزي في العشه، وما ادراك وما زفه الانجليزي في العشه دي لما جمهور الاهلي بيعملها في حد. فهم مسكوا الراجل، خلوه لا يجرؤ انه يرفع عينه في اداره الاهلي تاني، ولا يجرؤ انه يبص للاهلي تاني. انما احنا كنادي الزمالك عندنا ان ما كانش القفا ينزل علينا يخلي العينك دي تروح عامله كده ببعضيها، انا ما اتكيفتش، لا والله ابدا، لا لا والله لن اقبل. اما تديني قفا تاني ما بقاش عشان عليا وابص ولازم وكده وخد وانت دي الاصول. لا تسلطح وراح مشمع لك الفتله وراح جاي مديك واحد مسنطره على طول. ما هو دلوقتي الاستاذ ممدوح الاستاذ ممدوح عباس ده استاذ، قسما بالله ده هو استاذ. بيقول لك انا هدفع 38 مليون دولار لاستاد نادي الزمالك. 38 مليون دولار، انت بتتكلم في حوالي مليار و900 مليون جنيه او اكتر او اقل. الفرق انا بقى إيه اخده، مش مهم يعني، مش موضوعنا. ليه بقى المليار و900 مليون جنيه دول؟ عشان هيبني استاد. استاذ ممدوح عباس هيبني استاد لنادي الزمالك. استاذ ممدوح عباس اللي مسك الزمالك في 2001 2002 الموسم ده لما كان الزمالك واخد خمسة افريقيا، خد البطوله الخامسه في السنه دي وخد 7 بطولات في موسم واحد او ايا كان العدد اللي خده عشان في اختلاف على الرقم ده. استاذ ممدوح عباس قعدوا 10 سنين اخد كاس مصر واحد بعد الانجازات اللي كان الزمالك عاملها دي، ودمر النادي تماما. 10 سنين كاملين في واحد ماسك ناديك بيفتقوا اتنين، وانت واقف بتتفرج وبتتكيف ومبسوط. وبعد ما ساب النادي جاء احد الاشخاص مسك النادي دمره، بس ادبيا بقى مش المهم يعني. الاخ الاستاذ ممدوح عباس ده بعد ما قعد 10 سنين في النادي جاب لك كاس مصر واحد، رجع تاني الفتره اللي فاتت وبسببه حطك في ارض اكتوبر اللي راحت منك، وجاب لك 17 ايقاف قيد. 17 ايقاف قيد لنادي الزمالك واحنا واخدين الدوري وداخلين بطوله افريقيا. فالاستاذ ممدوح عباس بيتعامل معاكم معايا احنا كجمهور نادي الزمالك على اننا احنا شكرا سبحان الله. هنا ده مش مخ، ده هنا في ازازه جملكه، مش طبق لا ده ازازه جملكه. وقت ما يعوز يفتح ويدهن هيلمعك بقى، يدهنك احمر يدهنك اسود يدهنك بني. ما راجل صنايعي استاذ في دعك العقول لجمهور نادي الزمالك هو. وكل شويه يروح طالع بتويته يقول لك انا مش علي بابا وانا مش تدعك الفانوس وانا مش هدفع فلوس وانا مش عارف اعمل ايه. وهو اكتر واحد خلقه ربنا في التاريخ دمر نادي الزمالك. الفرق بين جمهور الزمالك وجمهور النادي الاهلي الكرامه، وان انت عارف مصلحتك فين، واللي بيعمل معاك غلطه بتمنعه من دخول النادي تاني، مش ترجع تمسكه رئيس شرفي تاني. يعني انا بقى واحد مسك النادي 10 سنين دمره، اروح جايبه بعدها ب 20 سنه ممسكه رئيس شرفي تاني، راح حاططني في 17 قيد. 17 ايقاف كده ولا 18؟ وعلينا 2 مليون دولار، وهو عايز يروح يعمل استاد ب 38 مليون دولار. طب يا راجل ادفع لنا يا استاذ ممدوح عباس، احنا انت اذكى مننا. ادفع حضرتك ال 2 مليون دولار وافتح القيد وهات لنا 3 4 لعيبه عشان نبدا الموسم الجديد. احنا داخلين بطوله افريقيا، فاحنا بقالنا حوالي 24 سنه ما خدناش. 24 سنه، ربع قرن يا مؤمن، ربع قرن ما خدناش بطوله افريقيا. فانت لما تيجي تعمل استاد في الوقت اللي الزمالك مش لاقي ياكل فيه يبقى في حاجه غلط. ده المرتبات مش عارفين ندفعها، الكهرباء والديون مش عارفين ندفعها. فلما تيجي تقول انا هدفع 38 مليون دولار، لو اللي بيتكلم انا اسف يعني عاقل، فاللي بيستمع مش عبيط. لو انت عاقل وانت بتتكلم اللي بيستمع مش عبيط. انت مخلينا في نظر جمهور النادي الاهلي شكرا سبحان الله احنا في الكنافه، كلنا في الكنافه. حتى بتوع اداره نادي الزمالك اللي بيطلعوا في القنوات، اداره نادي الزمالك بتبدا تقعد في القنوات كله بيحل التاني، كله بيقول يعني بيلبس التاني التهمه. يبقى قاعد في الاداره نائب رئيس نادي الزمالك يقول لك اصل الاداره هي السبب. امال انت منين؟ لما الاداره حضرتك انت تبع، انت نائب انت مش عارف مسؤول انت رئيس انت لا 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 لا. كل واحد بيلبس النسيبه للتاني، مفيش نظام، عشوائيه. اقسم بالله سلطه ماشيه سلطه في نادي الزمالك، ودلوقتي هيعمل لنا استاد. لا وايه تاني؟ معلش انا اسف عشان انا بدي لكل واحد حقه. في 2 مول هيتعملوا، 2 مول هيتعملوا، واحد في استاد، واحد في ميت عقبه، وواحد في الفرع الجديد اللي في الاستاد. معلش عشان برضه يبقى ما قصرش معانا الراجل. فالراجل هيدينا 38 مليون دولار
وهيعمل لنا 2 مول، وفي نفس الوقت هيحل مشاكل نادي الزمالك ال 17 ايقاف قيد، وهيجيب لنا لعيبه. بس هو في شرط طالبه منك، هو بس مش هيقول لك على الآلية اللي هيعمل بيها الكلام ده. وفي نفس الوقت اللي هو بيقول لك الكلام ده، المحكمة الرياضية رفضت الطعن بتاع نادي الزمالك، ومفيش الا الاستئناف. والاستئناف عشان المحكمة تبص فيه بعد غلق القيد اصلا نادي الزمالك. فانت كل اللي انت قلته بلح. بقرار واحد من الفيفا اثبت لنا ان انت بتكذب علينا كلنا، لان الطعن اترفض. وانت ممكن تدفع دلوقتي، بكره الصبح يتفك القيد، بعد بكره الصفقات تيجي، بعد الصفقات تتأيد. لا، انت لسه بتبص للاستئناف اللي هينظروه بعد ايقاف القيد اصلا، او سوري بعد قفل الانتقالات. يعني انت مش هتعرف تجيب لعيبه اصلا نادي الزمالك خالص، ولا لعيب هيدخل نادي الزمالك. وانت بتقول ان انت هتصرف اكتر من 40 مليون دولار على نادي الزمالك. اللي كان عايز يعمل كده كان دافع 2 مليون دولار، وكان سدد الديون، وكان دخل نادي الزمالك بطوله افريقيا، بدل ما احنا ممكن نبعت الاهلي مكاننا. ما احنا الدنيا مش. سلام عليكم.